اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل معاكم غدوه سريعه وبسيطه ومش هتكلفنا كتير. انا معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه لسه جايباها، ومعايا طبعا صويا صوص، ومعايا طبعا كان فص ثوم وملح وبيكنج باودر او كيك شيف اللي عندك، ومعايا هنا كمون وكزبره وفلفل اسود. تمام. هنا معايا ربطه بقدونس وبصلايه واحده بس وقرن فلفل حامي. الطريقه دي جميله جدا وهتعملي احلى كفته وهتعمل معانا كميه ما شاء الله. عفوا. هنا بقى الكبة دي جميلة وبتسعفني بسرعة، حاجة كده مش عايزة اقول لكم سعرها جميل في متناول الجميع. انا ما بعملش اعلان بس بجد والله حلوة. جربوها وهاتوها يعني بتسعف معاكي في حاجات كتيرة قوي. انا هنا حطيت الثوم وحطيت البصلة وحطيت البقدونس. هنفرمهم كويس. وهنعصر المية بتاعتهم بعد ما تفرميهم، ما تبدأي تعصري المية بتاعتهم، ما تخليش فيها اي مية خالص. هنا بقى معلش الكاميرا ابني وقع التليفون، سامحوني بقى. الحته اللي عدت دي على هي ما تعدي تكون انتي حطيتي فيها لايك. انا ما عملتش مونتاج للفيديو، انا سبته زي ما هو بس. ما حبيتش ان انا اغير فيه اي حاجه خالص، عشان كده الحته دي قعدت، يعني كان ممكن ان انا اقصها واظبط الفيديو. هنا بعد ما عصرت الخضار والحاجه من الميه، حطيت اللحمه. هننزل بالبيكنج باودر بتاعنا والتوابل بتاعتنا والصويا صوص اللي احنا حاطينها، وهنبدأ بقى تعجنيه عجنة حلوة جدا. عايزة تحطيه في الكبة مفيش مشاكل، يعني انا مرضيش احطه في الكبة، انا قلت هاخده بايدي كده عشان اقتنع باللي انا بعمله لما بعمل عامة. يعني اي واحدة بتعمل حاجة بايدها فبتقتنع بيها اكتر. ففضلت بقى اعجن فيه، وبعد كده حطيته في التلاجة حكاية ساعة ساعتين زي ما انت عايزة. انت ممكن مثلا تعمليه وتيجي حطاه في التلاجة من بالليل براحتك. المهم عملنا بقى غدا سريع ولذيذ، ما خدش معايا اي حاجة خالص. عملت معاه رز برضو. هنا الصويا صوص انا حطيت بس قد الغطا كده، يعني قد مثلا معلقة صغيرة، بتدي طعم حلو خالص للكفتة او اللحمة. بيبقى طعمها حلو وكمان لونها بيبقى حلو. في الاخر في اخر الفيديو بقى هتشوفوا شكلها عامل ازاي، وبجد والله العظيم يعني انا بسجل لكم الصوت دوت بعمل مونتاج الفيديو بعد ما خلصت، يعني اكلناها وخلصت. فبجد والله بأمانة بكل أمانة طعمها جميل. كمان طلعت معايا كمية كبيرة جدا ما شاء الله الحمد لله، يعني النص كيلو. طلع معايا كمية كبيرة جدا، وأهم حاجة البركة إن ربنا يبقى مبارك في الحاجة فالحاجة بتزيد معاكي. فده هتلاقي أسرع غدا انت بتعمليه وأسهل غدا. يعني لو عندك ضيوف ولا أي حاجة وعندك نص مفروم هتطلعيه بسرعة كده تعمليه، وجنبيه شوية رز وشوية سلطة كده، هتبقى عملتي أحسن غدا وحاجة يعني هتشرفك، مش أي حاجة خلاص في الأيام اللي احنا فيها والغلا اللي احنا فيه ده. الصلصة هنا شايفين بقى لونها عامل ازاي. انا عاملاها بطريقة حلوة، وابقى اسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. اللينك بتاعها فين؟ صندوق الوصف، عشان في ناس مش عارفاه. تحت الفيديو بيبقى مكتوب عنوان الفيديو، بيبقى فيه سهم طالع لفوق كده، هتضغطي عليه هتظهر لك صندوق الوصف، هتلاقي لينك الفيديو مكتوب. هتضغطي عليه هيجيلك بتاع الصلصة. لو انت مش هتعرفي تعملي كل الخطوات دي ادخلي على القناة عندي وقلبي في الفيديوهات، هتلاقي فيديوهات جميلة جدا وهتعجبك، وفي نفس الوقت هتلاقي الفيديو بتاع الصلصة. هنا انا جبت بصلايه صغيره خالص مش كبيره، وقطعتها مكعبات صغيره برضو، قطعت معاها كام فص توم، حطيت معاها معلقه سمنه، ومعلقه دهن حبه زي ما انت بقى حابه تعملي التقليه بتاعتك، وخليتها خدت لون. وبعد كده رميت عليها التوم طبعا يترمي بعديها. هنا بقى انا نزلت بالصلصه بتاعتي. هتبداي تقلبيها وتحطي التوابل بتاعتك اللي هي كمون، وتحطي فلفل اسود وملح، وهنقلبه بقى ونسيبه ونغطيه لعند ما يتقل شويه. اول ما يتقل كده بتبدا تتخدع معاكي، تبداي تضيفي لها كوبايه ميه. ما تحطيش ولا ماجي ولا اي حاجه خالص، لان احنا كده كده هنحط الكفته فيها بعد كده فبتخلي طعمها حلو. هنا البطاطس الصغيره خالص دي هتجيبيها رخيصه جدا من السوق. طبعا احنا كلنا عارفين البطاطس دلوقتي بقت ب 12 جنيه وب 15 وب 10. هات الصغيره دي. كده كده بنجيب الكبيرة وبنقطعها، الصغيرة دي بتبقى حلوة في السليق وبتبقى حلوة في الطبيخ. وانا حبيت ان انا اعمل البطاطسية زي ما هي. هنا غسلته طبعا وقشرتها ونضفتها. بعد ما اتقطعت الصلصة حطيت كوباية طماطم، كوباية مية قصدي، وبعد كده نزلت بالبطاطس بتاعتي وهنهدي عليها النار وهنغطي ونسيبها. هنا بقى طلعت الكفتة من التلاجة. وجبت بقى السرفيس بتاعي هنا، وبدأت ان انا اكورها. كوريها صبعيها اعملي الشكل اللي انت عايزاه، الشكل ده في ايدك انت بقى. هنبدأ بقى ان احنا نكورها كور كده ونرصها. ديكوا شايفين بص عملت معايا كمية قد ايه ما شاء الله. انا ما كنتش متوقعة ان النص كيلو هيطلع معايا كده.
ومع ان انا مش حاطه عليه حاجات كتيره، بس الحمد لله يعني هو زي ما قلت لكم الرك على البركه بقى، ان ربنا بيبارك في الحاجه. هنا جبت زيت سخن حطيته يسخن خالص، وبعد كده شايفين نزلت بالكفته، لا هي فكت معايا اهو زي ما انتم شايفين، ما فكتش معايا خالص، ما حصلش فيها اي حاجه، عشان في ناس بتقول مشكله الكفته ان هي بتفك معايا، ولا اي حاجه، وهو انا بقلبها قدامكم، ولا ما فكتش ولا اتبهدلت ولا اي حاجه من الكلام ده. امشي بس بالخطوات بالظبط وبالمقادير اللي انا حطاها، وامشي بنفس الطريقه، والله العظيم هتلاقيها طلعت معاكي مظبوطه وما فكتش معاكي. يا ريت بقى ان انتوا تشجعوني وتحطوا لايك، كل فيديو بطلب منكم اللايك، وبجد انا زهقت من كتر ما انا بطلب ان انتوا تحطوا لي لايك. هنا كنت مخلصانه حمرتها ليه عشان تاخد لون حلو، وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه من بره. ممكن برضو بعد ما حمرتيها ممكن تشيلي منها كميه محمره، وممكن تضيفي كميه في الصلصه زي ما انا ضفت كده. هنا طبعا البطاطس كانت خلاص قربت تستوي، حطيت فيها السكينه لقيتها تمام، فحبيت ان انا احط معاها الكفته تاخد معاها مثلا 10 دقايق كده. وشايفين هنا بقى الشكل، كنت عملت شويه رز بشعريه، وادي البطاطس والكفتة، والله العظيم طعم البطاطس مع الكفتة خرافة. يعني انا مش هقولك ما عملتهاش قبل كده، انا عملتها قبل كده، بس طعم البطاطس دي اللي هي الصغيرة مع الكفتة مش عايزة اقول لكم حاجة كده ما شاء الله. اتمنى بقى ان انتوا تحطوا لي لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وتدخلوا قناتي هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا هتعجبكم وحاجات مختلفة. وهتلاقوا برضو على الفيس ام جودي، وهتلاقوا برضو البيج بتاعي مطبخ ام جودي. وعلى التيك توك برضو ام جودي، يعني في كل مكان هتلاقوا ام جودي موجوده معاك، وادخلي في اي مكان. وحطي لي بقى لايك. هنا برضو حطينا برضو شويه بطاطس بالصلصه كده، تحطي ده تحطي ده اللي يعجبك بقى. فشكلهم حلو، حطوا لنا لايك، واتمنى ان انتوا